بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه، هلف الوجود حقيقة إياه. الشمس والبدر والكواكب فيض من عطاياه. الوحش مجده والحوت نجاه، والنمل الصم تحت الصخور سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. إلهي ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة، واستجبت لأيوب فكشفت عنه بلواه، ووهبت لزكريا يحيى فقرت عيناه، وبشرت عيسى في التوراة بقدوم أحمد فكان خاتما للأنبياء، وسمعت ليعقوب في شكواه فرددت إليه يوسف وأخاه، وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أجمل منك لم ترى قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نعيش ونستمع للقرآن الكريم مسك خاتمة هذه الليلة القرآنية المباركة التي يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ مصر والعالم الإسلامي، والقارئ والمقيم بالسرايا مركز ومدينة كفر الشيخ، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عمرو السعيد. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بالمؤمنين رحيما لا إله إلا الله
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله عليك يا قارئ يا ابن القارئ. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ظبط لك الدنيا خد النبي يا ابراهيم. مش كده. خلاص ماشي تفضل عشان هجرة الرسول كده. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا موارد الظالمين وأن يجعلنا عند سكرة الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا ونبينا وخليلنا وعظيمنا وشفيعنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والرسول الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى جعل العام 12 شهرا بدليل قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المولى سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس بقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. غدا أو إن شاء الله تعالى نستقبل عاما هجريا جديدا. ماذا قدم الإنسان لنفسه في العام الذي مضى منه؟ السنة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ورجب الفرض الذي أفرضه الله بين جمادى وشعبان. غرة شهر الله المحرم. غدا إن شاء الله نبدأ عامنا الهجري الجديد. إذن ودعنا عام بأكمله ونستقبل عاما جديدا. ماذا قدم الإنسان نفسه في العام الذي مضى منه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان خطيبا في الناس ذات يوم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن هل العبد في 365 يوم اللي مضوا منه في العام الهجري المضى منا ماذا قدم في هذا العام لله وماذا قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وقف العبد أو المؤمن أو المسلم في آخر هذا العام أو في هذه الليلة المباركة التي نودع فيها عاما هجريا بأكمله ونستودع أو نستقبل عاما هجريا جديدا؟ الأيام تمر من بين أيدينا ونحن لا ندري. اسمع أخا المسلم إلى قول الله تعالى في حديثه القدسي العظيم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي مناد. كل يوم تطلع فيه الشمس أو تشرق فيه الشمس ينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى. ماذا يقول هذا المنادي؟ يقول: يا ابن آدم أنا خلق جديد. شوف أنا إيه؟ خلق جديد. أنا خلق جديد. ده اليوم اللي بيطلع عليه وعلى عمل
عملك شهيد. كل يوم يطلع عليه الشمس فيه بينادي على ابن آدم ويقول له يا ابن آدم أنا يوم جديد، خلق جديد خالص أهو، بس على عملك شهيد. على العمل اللي انت هتعمله شهيد عليك أمام الله يوم القيامة. ماذا يطلب هذا المنادي من قبل الله من ابن آدم؟ يقول فاغتنم مني. شوف اليوم اللي بيطلع علينا بيقول للإنسان أو بيقول للعبد اغتنم من هذا اليوم. ليه؟ نغتنم منك ليه؟ فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يبقى العام اللي مضى منك هيعود تاني؟ لا. الإنسان النهاردة عمره 50 سنة، بكرة إن شاء الله هيبقى عمره كام؟ دخل في 51 سنة، خلاص عام مضى منه. هل تذكر الإنسان في نفسه وحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله؟ سيدنا عمر يقول للناس أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. انظر إلى صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل آخر ليل كان العبد يعاتب نفسه بنفسه. العبد مش بيعاتب أخوه أو يعاتب أبوه أو يعاتب زوجته أو يعاتب زوجته، لا، يعاتب نفسه بنفسه. بيقول إيه؟ بيعاتب نفسه يقول إيه؟ ويحك يا نفسي من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت. شوف بيقول لنفسه اللي بين جنبيه، بيقول لها ويحك يا نفس، مين فوقي كده أفيقي؟ مين اللي هيصلي عنك بعد الموت؟ مفيش. ويحك يا نفس من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ مفيش حد يصوم عن حد. ويحك يا نفس من الذي يتصدق عنك بعد الموت؟ مفيش حد يتصدق على حد. وإنما إيه؟ الإنسان هو الذي يعمل لنفسه، يجد هذا العمل أمامه وهو في قبره وهو يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هل كل واحد مننا وزن عمله وقال أنا صليت في هذا العام كم صلاة، أو صمت كم شهر، أو تصدقت كم صدقة، أو أصلحت بين الجيران إزاي، أو أصلحت بين متخاصمين؟ هل قدم لنفسه عملا صالحا يلقاه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الإنسان يقول لنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت إلا وندم. كل واحد هيموت هيندم يا رسول الله؟ نعم. مين يندم ازاي؟ قال إن كان محسنا ندم على أن يكون ازداد في إحسانه. يعني كل واحد بيموت هيندم. ازاي يا رسول الله؟ إذ كان محسن ندم. قال لا، إن كان محسن هيندم أن يكون قد ازداد في إحسانه، وإن كان مسيئا والعياذ بالله ندم على أن يقلع عن إساءته أو عن ذنوبه. فقدموا لأنفسكم كما يقول المولى سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. فعلينا جميعا استقبال عام هجري جديد للتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون راض عنا في هذا العام. والسلام عليكم ورحمة الله. احتفالنا بالسنة الهجرية الجديدة كان معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الدكتور عمرو السعيد، وألقى علينا كلمة في عنوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوم السنة الهجرية الجديدة، وذكرنا بأن العام 12 شهرا، وذكرنا بالأشهر الحرم، وكانت أعيننا أن تبكي من جمال صوته، فقد أعطاه الله
حسن اللسان وحسن الأداء. أيها الإخوة الأحباب، أفيقوا قبل أن يأتيكم الموت، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فبعد الموت حساب. أما في الدنيا فاعمل، فإذا جاء الصباح ورأيت نفسك من سكان الدنيا فاحمد ربنا، فاحمد ربك أنك على قيد الحياة، فقد أعطاك الله يوما جديد، فلا تجعله يضيع مثل باقي الأيام. أيها الإخوة الأحباب، نقلنا لكم هذا الاحتفال الكريم من داخل مؤسسة سلطان أولاد بلتاجي، إدارة المهندس إبراهيم بلتاجي، والمقيم بمركز ومدينة الرياض محافظة كفر الشيخ. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.